في قلب بلاد ما بين النهرين القديمة، بين نهري دجلة والفرات، كانت تقع بابل، مدينة قدر لها العظمة. اليوم تقع أطلالها في العراق الحديث، شاهدة على حضارة ازدهرت قبل آلاف السنين. يمكن تتبع أصول بابل إلى المستوطنين الأوائل في بلاد ما بين النهرين، وهي منطقة تلقب غالباً بمهد الحضارة. مع ذلك، لم ترتقي بابل إلى مكانتها الحقيقية إلا في عهد حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. لقد مثلت سلالة حمورابي بداية الإمبراطورية البابلية القديمة، التي وسعت نفوذ بابل في جميع أنحاء بلاد ما بين النهرين. صعود بابل إلى السلطة دليل على براعة الإنسان وطموحه وجاذبية الحضارة الدائمة. يعرف حمورابي سادس ملوك بابل بإرثه الدائم مثل حمورابي. هذه الوثيقة القانونية الرائعة المنقوشة على مسلة شاهقة من الديوريت الأسود تعتبر من أقدم الأمثلة المعروفة لنظام قانوني مدون. اكتشفت المسلة عام 1900 وهي تقدم لمحة رائعة عن الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لبابل القديمة. يتكون القانون من 182 مادة تغطي مجموعة واسعة من القضايا، من شؤون الأسرة إلى العدالة الجنائية. في حين أن بعض العقوبات قد تبدو قاسية بالمعايير الحديثة، إلا أن القانون يعكس مجتمعاً يصارع تعقيدات العدالة والنظام. من خلال إنشاء نظام قانوني واضح ومتسق، أرسى حمورابي الأساس لمجتمع بابلي مستقر ومزدهر. لقد أسرت قصة برج بابل التي ذكرت في سفر التكوين خيال الإنسان لآلاف السنين. وفقاً للرواية التوراتية، سعى أهل بابل متحدين في غطرستهم إلى بناء برج يصل إلى السماوات، لكن كبرياءهم أغضب الله، فبلبل ألسنتهم وشتتهم في جميع أنحاء الأرض. في حين أن برج بابل يفسر غالباً على أنه قصة تحذيرية، إلا أنه يتحدث أيضاً عن الإمكانات اللامحدودة للطموح البشري. تسلط القصة الضوء على رغبتنا الفطرية في الاستكشاف والابتكار، وترك بصمتنا على العالم. بعد قرون من حمورابي، شهدت بابل انتعاشاً في عهد نبوخذ نصر الثاني، الذي حكم من عام 609 إلى 660 قبل الميلاد. مثلت هذه الفترة عصراً ذهبياً للمدينة، وهي فترة من الازدهار غير المسبوق والعظمة المعمارية والإنجازات الثقافية. كان بوخذ نصر الثاني قائداً ذا رؤية، وخبيراً في الاستراتيجية العسكرية، وراعياً للفنون والعلوم. استثمر بكثافة في مشاريع البنية التحتية، ووسع أسوار المدينة ومعابدها وقصورها. كما كلف ببناء حدائق بابل المعلقة الأسطورية، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة. في عهد نبوخذ النصر الثاني، أصبحت بابل مركزاً للتبادل الفكري والثقافي. لقد أسرت حدائق بابل المعلقة، المغطاة بالأساطير والأساطير، خيال المؤرخين وعلماء الآثار والحالمين لقرون. ووصفت الحدائق بأنها واحة في قلب سهول بلاد ما بين النهرين القاحلة، وقيل إنها أعجوبة هندسية وفنية. وفقاً للأسطورة، فقد كلف نبوخذ النصر الثاني ببناء الحدائق كهدية لزوجته أميتيس الميدية. كانت أميتيس التي تشعر بالحنين إلى الوطن تتوق إلى راحة الطبيعة وسط المدينة الصاخبة. نبوخذ النصر، مصمماً على إرضاء زوجته الحبيبة، أمر ببناء حديقة لا مثيل لها. قيل إن الحدائق بنيت على سلسلة من المنصات المتدرجة، مدعومة بأعمدة وأقواس شاهقة. أنظمة ري معقدة تسحب المياه من نهر الفرات، حافظت على مجموعة نابضة بالحياة من النباتات والأشجار والزهور الغريبة. مع ذلك، لم يكن مقدراً لروعة بابل أن تدوم. في عام 35 قبل الميلاد، سقطت المدينة في يد الملك الفارسي كورش الكبير، مما أدى إلى نهاية الإمبراطورية البابلية الحديثة. كان كورش وهو حاكم ذكي وطموح، يوسع الإمبراطورية الفارسية بثبات، ويغزو الممالك المجاورة ويوحد سلطته. بابل التي أضعفها الصراع الداخلي،
وواجهت جيشا فارسيا هائلا استسلمت في النهاية لقوات كورش. تقول الأسطورة إن كورش قام بتحويل مجرى نهر الفرات، مما سمح لقواته بدخول المدينة عبر مجرى النهر تحت جنح الظلام. أرسل سقوط بابل موجات صدمة في جميع أنحاء العالم القديم، مما شكل نقطة تحول في تاريخ الشرق الأدنى القديم. يمتد إرث بابل إلى ما هو أبعد من عالم التاريخ وعلم الآثار. لقد نسجت قصتها في نسيج النصوص الدينية، بما في ذلك القرآن الكريم، حيث تمثل رمزاً قوياً لكل من الإغواء والعقاب الإلهي. في الرواية القرآنية ترتبط بابل بالنبيين إبراهيم وذريته. تصور على أنها مدينة ذات ثروة وقوة هائلة، ولكنها أيضاً مدينة غارقة في الوثنية والفساد. يروي القرآن قصة الملكين هاروت وماروت الذين أرسل إلى بابل لاختبار إيمان أهلها. تسلط قصة هاروت وماروت الضوء على مخاطر الإغواء وأهمية الثبات في الإيمان. على الرغم من تدهورها في النهاية، استمر إرث بابل في الصدى عبر التاريخ. أصبحت الإنجازات المعمارية للمدينة، وخاصة الحدائق المعلقة، من الأساطير، مما ألهم الرهب والتعجب لقرون قادمة. يمكن أيضاً رؤية تأثير بابل في تطوير القانون والأدب وعلم الفلك. أثرت مسلة حمورابي بتأكيدها على العدالة والنظام، على النظم القانونية في جميع أنحاء العالم القديم. حقق علماء الفلك البابليون خطوات كبيرة في رسم خرائط النجوم وفهم الظواهر السماوية، مما وضع الأساس للتطورات العلمية اللاحقة. اليوم تقف أطلال بابل شاهدة على القوة الدائمة للحضارة الإنسانية. من بداياتها المتواضعة في قلب بلاد ما بين النهرين إلى صعودها كقوة مهيمنة، فإن قصة بابل هي قصة طموح وابتكار، وفي النهاية قصة ضعف الإنسان. إرث المدينة معقد ومتعدد الأوجه، ويشمل كلا من الإنجازات الرائعة والحكايات التحذيرية. لا تكمن جاذبية بابل الدائمة في عجائبها المعمارية وإنجازاتها الثقافية فحسب، بل تكمن أيضاً في قدرتها على التحدث عن التجارب الإنسانية الأساسية. تستمر قصص بابل التي تنتقل عبر الأجيال في التردد صداها معنا اليوم. إنها تذكرنا بالإمكانيات اللامحدودة للإبداع البشري وجاذبية القوة والبحث الدائم عن المعنى في عالم واسع ومتغير باستمرار.